هلو صباح الخير. تعالوا نحضر الفطار سوا وهتناقش معاكم في نقطة مهمة جدا، وهي احنا ليه بناكل واحنا مش جعانين او بنكمل اكل بعد ما بنحس خلاص بالشبع، لدرجة ان انا ممكن مثلا اقوم من على الاكل وانا حاسة بتخمة او حاسة بشبع غير مريح. فتعالوا نتناقش في النقطة دي واحنا كده بنحضر فطار. اول حاجة في رأيي ودي اهم حاجة هي ان انا في شعور معين او في مشاعر معينة انا بحاول اهرب منها، زي ان انا مثلا مضغوط في الشغل او مضغوط في البيت وعندي مشاكل كتيرة، فبهرب من المشاكل دي او المشاعر ديت اللي فيها علاقة بالتوتر والقلق والضغط، وان انا اروح اكل لان الاكل بيديني كده بريك من الحياة. او ان انا مثلا زهقان، الزهق والملل ده برضو مشاعر، فانا زهقان وملان فبهرب برضو من الزهق ده بان انا بروح اكل. او ممكن اكون مثلا شديت في الكلام مع حد فقال لي حاجة ازعجتني جدا، فبرضو حسيت بمشاعر من الغضب فبهرب من مشاعر الغضب دي بان انا باكل. فالمهم ان انا في مشاعر معينة انا بحاول اهرب منها، وهربت من المشاعر دي بان انا رحت اكلت. السبب التاني بقى ان انا بكون مشتت، ان انا مش حاضر مع الوجبة بتاعتي، عمال يا اما بفكر في اللي حصل او في اللي هيحصل، او بفكر في اللي انا اكلته وفي اللي هاكله. يعني مثلا ممكن اكون عماله اقول انا النهارده اكلت على الفطار مثلا كارب كتير، او اكلت اكل فيه دهون كتير، فيا لهوي ايه ده، انا محتاج دلوقتي في الوجبه اللي انا باكلها دلوقتي دي ما اكلش كتير قوي علشان خاطر اعوض اللي انا اكلته الصبح. او عمال افكر في حاجه حصلت ملهاش علاقه بالاكل برضو، مثلا ان انا حد قال لي كلمه ضايقتني فانا عماله افكر في الكلمه اللي ضايقتني دي ومش مركز في الاكل اللي انا باكله. او عماله افكر في حاجه لسه هتحصل، ان انا مثلا عندي حاجه مهمه في الشغل بحضر لها، فعماله افكر في الحاجه المهمه اللي انا هعملها ديت ومش مركز مع الاكل ده. فمهم ان انا افكر نفسي لا انا في اللحظه دي حالا انا باكل، فانا هركز مع الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي. وبالمناسبه صح، الرز بلبن اللي انا جبته من السوبر ماركت ده طلع طعمه حلو قوي، جبت منه علبه تانية بعد ما خلصت العلبه الاولانيه. المهم نرجع للاسباب بتاعتنا. السبب الثالث بقى ان انا بقالي كتير مثلا ما اكلتش الحاجه اللي انا باكلها دي، بقالي كتير مثلا ما اكلتش نوع معين من الشوكولاته فلسه مشتريه من السوبر ماركت، فلما اكلتها طعمها عجبني قوي فتمام اكلت منها اكتر شويه. النقطه دي ما فيهاش مشكله قوي لانه عادي ان يكون في حاجه بقالي كتير ما اكلتهاش قوي والنكهه بتاعتها عجبتني فاستمريت شويه في الاكل. اهم حاجه بس ان انا ما اعديش قوي الليميتس بتاع الجسم، يعني ما اوصلش لان انا خلاص تعبان قوي وحاسس بوجع في معدتي من كتر ما انا اكلت. سبب بقى كمان مهم قوي في رايي هو ان انا خلال اليوم كنت مقلل اكلي قوي، لان انا مثلا عماله افكر ان انا عايزه اخس او ان انا عندي سفريه قريب، فعماله بحاول ان انا اقلل اكلي قوي علشان خاطر يبقى شكلي حلو في فستان معين وهكذا. فانا طول اليوم عماله بقلل اكلي قوي عشان عايزه اوصل لجسم معين، فمجرد ما انا لقيت اكل وقعدت اكل اكلت كميه اكتر بكتير من احتياج جسمي، لان انا طول اليوم محروم. منطقي اول ما هشوف اكل دي اول فرصه لقيت فيها اكل فهنهار قدام الاكل ده. السبب اللي بعد كده ان انا متعود ان انا بقوم من على الاكل مخلص طبقي كله. يعني انا من الناس اللي هو اهله وربوه ان هم بيقولوا له انت لازم تخلص طبقك كله، في ناس كتير محرومه من الاكل ده، انت ما تعرفش قيمه الاكل ده، احنا بنتعب فيه قد ايه عشان نجيبه. فهو اتعود ان هو لا انا هخلص طبقي كله، انا مش هسيب فيه فتفوته، فانا متعود ان انا اقوم من على الاكل مخلص طبقي كله. ومتعود مثلا ان انا لما بخرج مع اصحابي انا بقوم من على الاكل مليان جدا وبطني وجعاني، فانا خلاص دي عاده عندي كل ما هقابل اصحابي انا هقعد اكل لحد ما انا احس ان انا خلاص محتاج حتى ان انا افتح زرار البنطلون. دي بذور كتان انا بحطها برضو على اليوجت بوت بتاعتي. انا بعمل حاجه اسمها سيد سايكلينج، هبقى اكلمكم عنها برضو في واحده من الفيديوهات، بس هي مش مهمه قوي، ملهاش علاقه بنزول الوزن، هي ليها علاقه بالهرمونات بتاعتنا كستات يعني. هحط كمان شويه بذور يقطين برضو نفس فكره السيد سايكلينج اللي انا كنت بكلمكم عنها. نرجع للاسباب بتاعتنا. ممكن كمان يكون السبب ان انا متعود ان الاكل فيه ندره وان الاكل مش متوفر دايما، بسبب بقى ان انا بعمل دايت دايما ومحروم. ممكن اكون كمان اتربيت في بيت مثلا في اسره كبيره عندي اخوات كتير، فمتعود ان انا لما ببقي اكل واشيله في التلاجة برجع مش بلاقيه، فعندي كده حاجه في دماغي بتقولي دايما الاكل اللي قدامك ده خلصه لان دي اخر مره هتشوف فيها الاكل دي. برغم ان انا ممكن دلوقتي اكون عايش في بيت لوحدي وعندي الحمد لله وفره في الاكل، اقدر ان انا اوفر الاكل في اي وقت، اقدر ان انا انزل اروح السوبر ماركت في اي وقت واجيب الاكل اللي انا محتاجه، بس انا اتحفر جوايا ان الاكل ده فيه ندره دايما.
انا محروم دايما، فانا محتاج ان انا اخلص كل الاكل اللي قدامي واعبي بطني على اخرها، لان انا مش هشوف الاكل ده تاني. في رايي هي دي الاسباب الرئيسيه اللي بتخلينا ناكل بعد ما بنحس خلاص بالشبع، واكمل لحد ما اوصل للشبع الغير مريح او الامتلاء الغير مريح. مجرد ما بعرف السبب خلاص كل سبب فيهم شارح الحل بتاعه، هقدر ان انا احل المشكله واقدر ان انا اتواصل مع جسمي. حضرت الماتشا كمان، وده الشكل النهائي للطبق بتاعي. هقعد بقى اكل واشوفكم بعد شويه. رحت جبت قلم من الحضانة ورجعنا، وبحضر دلوقتي وجبتي التانية في اليوم. وحصل حاجة حسستني ان انا فخورة بنفسي قوي، فقلت ان انا اشاركها معاكم. كنت بنضف دلوقتي الدرج اللي بحط فيه السويتس، الشوكولاتات والتشيبس والحاجات اللي زي كده، فاكتشفت ان انا عندي حاجات كتير بقالي كتير جايباها ونسيها خالص. وبالنسبة لشخصيتي القديمة وعلاقتي القديمة مع الأكل، دي حاجة كانت استحالة تحصل. كنت دايما لو أنا مشترية حاجة هقعد أفكر فيها طول اليوم لحد ما أخلصها وأكلها كلها. لكن بعد الحمد لله ما صلحت علاقتي بالأكل، بقى عندي حاجات دلوقتي بشتريها وبنساها وباكلها بس لما أكون حاسة فعلا إن أنا عايزة أكلها. فبتمنى والله إن فيديوهاتي تكون مصدر إلهام ليكم، إن انتوا كمان تصلحوا علاقتكم بالأكل وتعيشوا حياة صحية متوازنة، بعيدا بقى عن الدايت والحرمان، وإن احنا نعمل تشيت ميل ويبقى عندنا شراهة على الأكل. حضرت كوباية القهوة بتاعتي، وده شكل طبقي النهائي. ما تنسوش ان احنا بناكل واحنا متصلين مع جسمنا، وبنوقف لما نحس بالاكتفاء. يلا اشوفكم بعد شويه. انا بعمل فيديو اوكي. محتاجه اني اتبل فراخ للعشاء، وجايبه كميه هتبلها واقسمها واشيلها في الفريزر. والحركه دي بتسهل عليا جدا ان انا اكل اكل مغذي في البيت، على ان انا مثلا اجيب اكل من بره او ان اكل اي حاجه جاهزه. هسيب بقى الفراخ في التتبيله شويه، وعايزه كمان بقى دلوقتي اعمل سلطه كسكس. دايما لما بروح اليونان باكلها، بحبها جدا، فهعملها معاكم عشان تعرفوا الطريقه. هقطع شويه خضار، وبعد ما اخلص تقطيع هوريكم بالظبط الخضار اللي انا استخدمته. بصوا الجمال والحلاوه. قطعت فلفل الوان، وقطعت بقدونس ونعناع وبصل احمر وطماطم وخيار وكمان حمص، وطبعا الكسكس بقى. الدريسنج بقى عباره عن ملح وفلفل وكمون، وعصرت ليمونه وحطيت البشر بتاعها كمان، وكمان هرست توميه صغنونه، وهحط بقى شويه زيت زيتون وبس كده. ده شكل الدريسنج. متحمسه لها قوي بجد، اكتر من الاكل نفسه. شكلها خطير. بصوا شكلها بعد ما حطيت عليها الدريسنج وقلبتها، شكلها خطيره بجد. وده شكل طبق النهائي. اخدت فراخ واخدت بطاطا واخدت طبعا من السلطه اللي انا عملتها النهارده. هروح بقى اكل واشوفكم بعد شويه. وكالعاده هختم اليوم بالقهوه الديكاف ومعاها شوكولاته وبس كده يا حلوين. ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. stay mindful واشوفكم الفيديو الجاي.